وصفة النهاردة مميزة جدا جدا. هنعمل نوع حلويات تركية بدقيق السميد، بتطلع بقى معانا في حتة تانية خالص، متشربة الشربات ومرملة وبتدوب دوبان. عايزة اقولكم ان هي احلى من حلويات كتيرة جدا، ولو جربتوها مرة كده هتعتمدوا الوصفة عندكم على طول. لو البسبوسة كمان بتفشل معاكم جربوا الوصفة دي، وانا متأكدة ان هي هتعجبكم جدا جدا. شايفين لما بكسرها كده قد ايه ناعمة وبتدوب دوبان؟ سهلة وبسيطة جدا، ومكوناتها كمان موجودة في كل بيت، وهتعملوها في اقل من 5 دقايق. مش هطول عليكم كتير، بس قبل ما نبدأ ما تنسوش بقى لايك كتير للفيديو، وتعالوا على طول نشوف الطريقة والمقادير. اول حاجة هنبدأ بيها هي تجهيز الشربات. عشان نحضر الشربات هنحتاج كوبايتين من السكر، هنزود عليهم كوبايتين من المية. الحلوة بتاعتنا النهاردة بتحتاج شربات يكون متوسط، مش تقيل ولا خفيف، وفي نفس الوقت يكون بارد او بحرارة الغرفة. هنحط بقى السكر على المية، وناخد الخليط بتاعنا نرفعه على نار متوسطة بدون اي تقليب خالص. اول ما يبدأ معانا في الغليان بالشكل ده، هننزل عليه بعصرة ليمونة صغيرة او عصير نص ليمونة، وهنسيبه على نار متوسطة لمدة 10 دقايق كمان لحد ما القوام بتاعه يتقل شوية. بعد كده بنطفي النار وبنديله نص معلقة صغيرة من الفانيليا او ظرف فانيليا، وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. وبالنسبة بقى لباقي المكونات هنحتاج نص كوباية من السكر، سكر حبيبات عادي. هنزود عليهم بيضة تكون بحرارة الغرفة، وهزود عليهم كمان كوباية الا ربع من السمنة والزبدة. تقدروا تستخدموا زبدة بس او سمنة بس، او خليط من الزبدة والزيت او السمنة والزيت. بما اننا هنستخدم بيض يبقى لازم نستخدم فانيليا. هنضيف حوالي نص معلقة صغيرة من الفانيليا، وهنبدأ نقلب كل المكونات دي مع بعض كويس جدا. هنقلب كويس لحد ما نتأكد كده ان السكر داب تماما مع باقي المكونات. نقلب بقى كويس جدا لحد ما نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. نشيل بقى المضرب اليدوي، وبعد كده هننزل عليهم بنص كوباية من دقيق السميد. دقيق السميد يكون متوسط، وهبدأ ان انا اقلب بالشكل ده. مش بنبالغ في التقليب، يدوب بس اول ما المكونات بتختلط مع بعض بنوقف تقليب خالص. دقيق السميد طبعا اساسي في وصفة النهاردة، لان هو ده اللي بيخليها ناعمة وبيديلها الترميلة الحلوة. وهنحتاج كمان كوبايتين من الدقيق. هستخدم في الاول كده كوباية ونص، وبشيل نص كوباية على جنب. هنضيف الدقيق على مراحل. في الاول كده بضيف شوية دقيق، وهزود عليهم نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر وزنها هيكون 8 جرام. وهبدأ ان انا اقلب بالشكل ده. بنقلب من تحت لفوق كده بدون اي عجن خالص. احنا بنقلب بس عشان المكونات كلها تتجمع على بعض. هضيف كمان شوية دقيق، وهبدأ اقلب مرة تانية بنفس الطريقة من تحت لفوق بالشكل ده بدون اي عجن خالص. طبعا العجينة دي ما بتتعجنش، عشان لو اتعجنت هتعمل عرق، والقوام بتاعها هيطلع ناشف جدا معانا ومش هتدينا القوام اللي احنا عايزينه. وده كده قوام العجينة بعد ما ضفنا كوباية ونص من الدقيق. العجينة لسه طرية جدا، وتحسوا كده ان هي مش ماسكة في بعضها. نص كوباية بقى اللي احنا شايلينها على جنب دي بنضيفها بالتدريج شوية بشوية، عشان نشوف العجينة محتاجة معانا دقيق قد ايه. عموما العجينة اخدت معايا بالظبط كوبايتين من الدقيق، وده بيتوقف طبعا على نوع الدقيق اللي بنستخدمه وعلى كثافة الدقيق. عشان كده ما بنضيفش الدقيق كله مرة واحدة. اهم حاجة نوصل للعجينة القوام بتاعها يكون طري، وفي نفس الوقت كده لما بنختبرها بناخد قطعة ونكورها مش بتشقق. ده كده قوام العجينة بعد ما استخدمت كوبايتين دقيق. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ القوام بتاعها هيكون طري بالشكل ده، وفي نفس الوقت مش بتشقق. تعالوا بقى نختبر قطعة كده من العجينة ونشوف اذا كانت بتشقق ولا لا. العجينة كمان لازم تكون بتقطم، مفيهاش اي عرق خالص بالشكل ده. لما بناخد كده قطعة من العجينة وبنكورها وبنضغط عليها مش بنلاقي فيها اي تشققات خالص بالشكل ده. شايفين قوامها عامل ازاي؟ دلوقتي بقى هنبدأ نشكل العجينة، مش بنسيبها ترتاح خالص، هنبدأ نشكلها على طول. بناخد كده قطعة من العجينة بحجم الليمونة او بحجم البيضة الصغيرة، وهنبدأ نعملها على شكل اصابع بالشكل ده. بعد كده بحطها في دقيق السميد، نغلفها كويس جدا بدقيق السميد، وده كده بيكون شكلها. هنضغط عليها ضغطة بسيطة جدا، احنا عايزينها تحتفظ بالشكل بتاعها كده، وكمان لازم يكون حجمها سميك بالشكل ده عشان ما تنشفش طبعا بعد التسوية، وكمان لما نحط عليها الشربات كده تكون طرية من جوه. وبعد ما بنخلص هنرصهم كده جنب بعض على صينية تكون مدهونة بالزيت، ولازم نسيب مسافة بين كل واحدة والتانية لان هم فيهم طبعا بيكنج باودر، فطبيعي ان حجمهم هيزيد شوية. هعمل معاك واحدة كمان. اهم حاجة بس وقت التشكيل كده بنغطي العجينة كويس جدا بكيس بلاستيك عشان العجينة ما تنشفش.
ناخد قطعة من العجينة وهنبدأ نعملها على شكل أصابع بالشكل ده. بعد كده نغلفها كويس جدا بدقيق السميد، بنضغط عليها بقى ضغطة بسيطة جدا وخلاص. على كده ده كده هيكون شكلها النهائي. حابين بقى تعملوها يعني على شكل كور كده، تعملوها أصابع زي ما أنا عملت كده، براحتكم خالص. ده شكل الحلوة بتاعتنا بعد ما خلصناها خالص. بالنسبة للتسوية هندخلها فرن سابق التسخين على درجة حرارة 180، بنحطها في الرف الوسطاني على شبكة الفرن والنار تكون شغالة من تحت بس. بتاخد معانا تقريبا من 30 ل 35 دقيقة وبنلاقيها استوت. وفي الآخر خالص بنولع عليها الشواية عشان تاخد لون ذهبي من فوق. هنقولها بس في صينية تانية كده عشان يبقى كلهم جنب بعض ويتشربوا الشربات كويس. وبعد كده هبدأ أنزل عليهم بالشربات البارد. طبعا احنا عملنا شربات مع بعض في أول الفيديو. بنسيبها بقى في الشربات أقل حاجة 3-4 ساعات عشان تتشرب الشربات كويس. وأفضل حاجة إن هي تتاكل تاني يوم، بيبقى طعمها حلو جدا. تتشرب بقى الشربات كده وبتطلع معانا طرية وناعمة وبتدوب دوبان، وأحلى من البسبوسة والهريسة ورموش الست، وأحلى من حلويات كتير. وأنا متأكدة إن انتوا لو جربتوها بنفس الطريقة كده وبنفس المكونات هتعتمدوها عندكم على طول. عايزة أقول لكم كمان إن ده شكلها بعد ما سبتها ساعتين بس في الشربات. كل ما سبتوها أكتر في الشربات كل ما كانت أحلى. جربوها بنفس الطريقة كده وبنفس المكونات وأنا متأكدة إن هي هتعجبكم جدا جدا. الناس اللي بتحب كمان السكر أقل شوية تقدروا تقللوا كمية السكر في العجينة ل1/4 كوباية أو ل1/3 كوباية بس. هسيب لكم كل المكونات مكتوبة في صندوق الوصف بالجرامات وبالكوباية. لحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه. ولو أول مرة تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك للفيديو. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.